الصراحة ما كنتش غادي نهضر في الموضوع، ولكن ملي شفت بزاف ديال الريلز وبزاف ديال الناس كيهضروا قلت زعما علاش أنا ما نهضرش في الموضوع. نهضر ندخل نعطي وجهة النظر ديالي كيفاش كنشوف أنا الأمور، نقدر نغطيو الموضوع من بزاف ديال الجوانب، علاش لا، علاش لا. دونك هادشي اللي وقع ما بين الصامت، إلياس المالكي، طوطو، ميغري، كيرو، المهم الدعوة مخلطة شابكة، كاين الأكشن. كنت أنا غادي نعمل فيديو كنقلب على الفيديوهات ونجمع ونمونطي وداك الشيء والتمارة، ولكن الحياة راه ساهلة تيكيت ايزي. ها هو راه وصلت من الفيديو غادي نشبرو الفيديو ديالو فيه داك الشيء اللي غادي نتكلموا عليه. دونك ليتس جو، حياة ساهلة. علي صامت خرج في ستوري واتاكا طوطو ديريكت وقال تحياتي الا كاينه الروسويت. شي حاجه بغيتي شي حاجه ها الميكرو واي حاجه اخرى بغيتي الدص ولا اي لعبه، وقال ليه بانك نتايا مصيفط ستريمر يعني الياس مالكي باش يكالي يدق لك وهو يعني تكلاشا معايا في بلاصتك نتايا. قبل ما نشوفوا هادشي ونشوفوا اش قال عليه الياس مالكي البارح باش خلى علي صامي يدير ستوري، البلان كيفاش بدا؟ البلان بدا نهار واعر هادي فيديو على فيديو صافي رفاس والسلام سير على الله. الاحتجاجات اللي كانت ديال الجنزي شفتو طوطو ستوريات اللي كان كيحط اوكي ديال فهمتيني كان هو جالس في فرنسا يعني مي انا بغيت نضيف شي حاجات اخرين زعما على حساب شنو اللي وقع ما بين علي الصامد والكراندي طوطو. كان ديك الشيء قبل التظاهرات وديك الجينيراسيون زيد اللي وقع عليها المشكل اللي كان كيتكلم عليها طوطو، وقال لهم جيبوا لي لا ليست ديال روابا اللي ما تكلموش، ولكن المشكل كان بدا قبل. ماشي في المغرب في كان طايح ديك الباله وكان كيقول الدراري هبطوا بلا حتى شي كونديسيون ولا بلا ما زعما يحاول ينصحهم بشي لعيبه فهمتيني غير كيقول بنادم هبطوا زعما تظاهروا صافي. سيرتو هاد ستوري بالضبط اللي اصلا بزاف الناس كعاود عطوطو بسببها. الناس داروا شي ليستا ديال البنادم اللي ما دواش، خصنا نعرفوهم شكون هادو اللي عندهم الفولورز وكذا وما كيدويوش. دابا انايا طوطو انا من واحد الاتجاه يقدر يكون عنده الحق شويه، يقدر يكون ما عندوش الحق. شفت العوينات كيبان لك ان السيد مبوق، المهم تشجع شويه زعما ديك الزعامه فوق العاده. ما هو زعما كيخافوا من ما عرفتش. المهم داروا مي شاروت زعما راه هنايا راه ضحى بفيستيفالات بزاف ديال الامور وتكلم وهضر على بيبليك شنو باغي. دونك ليستا الله يرحم بها الوالدين، خصهم يعرفوا هادو انفولوش البان اللي بغيتي. علي صامد كنتاقدوا على هاد اللعيبه وجاوبوا بواحد ستوري حتى هو وباش نذكروا بان علي صامد كان برا المغرب اوكي ولكن هادشي اللي قال علي صامد. Mi trabajo es fácil porque uso ClickUp. Así es como hago un seguimiento. خير نبغيو نعالجوا كلشي في ضربه واحده. ثاني كاين ناس غادي يحاولوا يركبوا هاد الموجه هادي، واللي منهم الزميل ديالنا طوطو. طه ريح مع الكروسه ديالك، ريح مع الكروسه ديالك وريح مع الكابينه ديالك. الزميل ديالي صاحبي برافو ليك على التضامن، لكن انت ما عمرك كنتي معنا من هاد الناحيه هادي. انت واعر في لي ميلودي في العالم، وصلتي شي حاجه مزيانه زوينه. دابا انا اللي كنت قلت في هذا الشيء هذا هو علاش ان علي الصامد خرج انتقد طوطو، مع ان بزاف سكتوا. هو قال لك لا ليست ما قال لكش عطيوني علي الصامد مزيان، علاش علي الصامد ما دارش؟ قال لا ليست ديال روابا كاملين اللي يبقاو ساكتين. علاش خرج علي الصامد بالضبط وتكلم؟ هادشي ما عندوش علاقه بالجينيراسيون زيد والنفس على روابا ولا شي حاجه من داكشي. اصلا في التراك اللي قبل من هادشي جاك بوت، كنظن جاك بوت كان علي الصامد دار فيتشيرينغ مع جراندي طوطو، وفي نفس الفيتشيرينغ الاغلبيه كيظن ان في ديك البار ديال اليوم يسبوك غادي يحبوك، ولا المهم اليوم يحبوك غادي يسبوك باش هاد الملاوي. الجراندي طوطو كان كلاشا علي الصامت في وسط الفيتشيرينغ التراك اللي جمعهم بجوج. هذا الاشكال الاول. ثانيا عطاه واحد الفيرس اللي ميته زعما الا كان علي الصامت بديك الخدمه اللي مجموعه بيناتهم، اول ان طوطو غادي يطلع له الارقام، وعطاوه على الخدمه اللي ما طلع له لا ارقام لهم يحزنون. بالتالي يمكن وقع بيناتهم شي مشكل او هذاك خلاه يضرب على الجراندي طوطو، وهذا الشيء اللي خلى علي الصامد يهدر من بعد انه عرف انه تكلاشا في نفس الفيتشيرينغ ديالو. دابا السؤال هو زعما واش الا كان علي الصامد عنده واحد العلاقه مزيانه مع الجراندي طوطو واش كان غادي يخرج يهضر؟
او لا اصلا حيت تسالت له زعما ديك الخاصيه ديال انه يقدر يضرب مع فيتشرينغات من بعد، فاختار انه يعمل برومو للتراكات ليماجين ديالو ولا ما عرف شنو بالكلاشات مثلا يدخل معاه في الدراما والاكشن. خدمتي، سنيتي، عرفتي كيفاش تعمل علاقات، عرفتي كيفاش تحشد الناس في الجانب ديالك اللي ما كيرحموا حتى واحد. لكن انت ما عندكش مشكل، هذا المشكل ديال الصحه والتعليم، انت عندك المشكل ديال الاخلال بالحياء العام. يعني درتي شي حوايج في واحد البلاصه ديال العامه، بحال شربتي وسبيتي وعملتي شي حركات مغايره اللي انا ديما ما نتفقش معك، رغم انك الزميل ديالي والزملاء ديالي كيعرفوا. لكن ما ديرش الفتنه في البلاد على مشكل عندك فيه 2 سيمانات ديال السجن. سير حل المشكل ديالك انت. ولكن شنو هي الفتنه زعما الا قال الدراري خرجوا وتظاهروا هذه فتنه؟ ما كنظنش، لان الدراري اصلا ما معولينش على الراي ديال اي واحد او لا اي رابور، لان داكشي مطلب ديال المغرب كامل، زعما محتاجين شي دفعه من عند شي واحد باش بنادم يخرج. ممكن ملي قال الكراندي طوطو خرجوا هنايا تحسبت بواحد الطريقه في شكل، وانه كيطلب من كل شيء خروج، هذيك المخربين زعما كتحسبوا عليه وكل شيء. هنايا كنظنش زعما ان الكراندي طوطو قال خربوا ولا شي لعبه. هربتي اول حاجه مشكل فيه 2 سيمانات، هربتي على مشكل فيه 2 سيمانات وجالس في ستوريات يوميا حيت عندك مشكل شخصي كتسرد الدراري الصغار ياكلوا العصا. فين انت؟ ما شنكش في الساحه ديال التظاهر اللي من حقك. علاش هربان على مشكل عنده مشكل بسيط؟ جنحه صاحبي، هربتي على جنحه ودافع البلاد. شنو بغيتي؟ حيت انت لا انا ضد انا اصلا الكراندي طوطو يخرج في شي تظاهره. وحنا شفنا داك الشيء، شفنا رائد مثلا هو خرج، واخا خرج كمواطن عادي كيتظاهر بحال المواطنين، ولكن المعامله ديالو والسجن ديالو وداك الشيء ساهل تنسب له بزاف ديال التهم ديال التحريض. ودابا الكراندي طوطو في ستوريات وتنسبت له انه حرض على التخريب وداك الشيء. هو رائد دابا غادي يتحاسب. فين هو هاد الشعب هذا اللي غادي يتضامن معاه مثلا الا خرج؟ زعما الا حيدنا ديك الصفه ديال الرابور، واش حتى المخزن غادي يحيد لك ديك الصفه ديال الرابور ومؤثر في المحاسبه؟ هذا هو الاشكال. دونك بنادم كاين شي حاجه اسمها التكليخه وكاين شي حاجه اسمها الدفاع دونك ما خصناش نخلطوا بين الامور. عندك مشكل وعندك جمعيه داعياك باغي تطيح الانظمه ولا شنو؟ ما فهمناكش. شكون انت باش كدير الليسته؟ وانا جيبوا لي الليسته بصفتك. شكون؟ جيبوا لي الليسته ديال روابا اللي ما هضروش بصفتك. شكون انت؟ عاد بديتي البارح الراب. الا جينا نهضروا على الراب، راه واخا الزميل ديالي، المصلحه العامه راه فوق الجميع. انت عندك مشكل ديال الاخلال بالحياه. لكن شنو هي المصلحه العامه؟ باش دخل المشكل ديال كراندي طوطو في انه قال لهم خرجوا؟ زعما واش قال لهم خرجوا دافعوا على داك المشكل ديالي يتحل؟ ما عنده حتى علاقه. هو كيهضر للدراري حيت كانوا خارجين فكيقول لهم خرجوا. وفين الاشكال؟ العام عملتي شي حاجات اللي هنا في اوروبا ما يمكنش ديرهم في الاماكن العامه، ما يمكنش. وحنا جينا لوروب قبل منك وملي كيكون عندنا طوطو ما بقاش جاوب علي صامد كاع، باسكو اصلا بزاف ناس كانوا شوكي باسكو كانوا داروا فيتشرينغ قبل وكان فيتشرينغ زوين، هي فين كان طوطو كلاشا وينزا. ولكن ملي كان الامر كيتعلق بشي حاجه بالوطن وكذا فراه اختلفوا هما بجوج، ومن هنا بدا المشكل. من بعد كما قلت لكم طوطو ما غاديش يعاود يجاوب ولا يدوي، باسكو طوطو اصلا كيفيتي لي كلاش. هنايا انا ضد التدخل ديال الياس المالكي، لانه تا علاقه صراحه. مؤخرا نرجع فيك زعما واخا هو اصلا ديبار حامض، ولكن مؤخرا نرجع صافي تباع زعما رجع مشري. التدخلات ديالو كتحس انه ماشي عفوي، دونك بغا يطلع في الدراما. والسبب زعما سواء كان الكراندي طوطو هو اللي قال له تكلم ما كنظنش هاد القضيه غتكون، ولكن حتى ديك الرابط ديال الكونيكسيون ما بين الكراندي طوطو، زعما ديك العلاقه ديال الصداقه من الكراندي طوطو والياس المالكي هي اللي خلات الياس المالكي يتكلم يهضر. لان واحد العدوانيه بان بها ما عندها حتى علاقه. الهضره اللي كان قال عليه علي سامي، كنتي راجل ونديرها معاك، نجي عندك انا لطنجه بلا قرد كوره بلا حتى واحد، نجيب معايا غير اللي غيصور لي ستريم في كيك ونديرو كومبا قانونيه. ماشي مشكل زعما عندنا مشكل. فين بدات معايا الكواليس؟ بدات معايا هنا ولا في تطوان غنصرفقك وقال لها دابا هادي شنو هادي غادي نصرفقك والسبان وداكشي ديال شنو هو الدافع؟ زعما شمن علاقه اصلا عندك بعلي الصامد مع طوطو؟ زعما غنصرفقك والسبان شنو كاين داكشي؟ زعما الخاويه كونتي واحد عارف
كيشجعوك البراهات كتضغط انت. تلاقى معاك في طنجة ولا في تطوان غنصرفقك غنضربك. ما كرهتش اي واحد يتلاقى مع هاد الياس المالكي يعطيه الصرف اللي كيقلب عليه صراحه، باش بنادم يرجع للوعي ديالو. اللي كان كياكل شي لعبه يبقى يضرب الحساب قبل ما ياكل. الدراري شوفوا هضرتي على صح ولا كاع ما على صح، ولا هضرتهم هما. الياس مالكي عرفتي شنو نقول لك امرو؟ شو دابا هذا خماس ديال علي صامد، وعلي صامد خماس ديال مسلم. راه ماشي شغل فراعنه الحياه، راه ماشي شغل فراعنه، راه شغل تتكون، راه شغل. ولكن دابا الاشكال واش شنو اللي دخلك انت وسط هادشي؟ دابا انت في الموقع ديالك في الاعراب شنو اللي خلاك تهضر اصلا الا ما كانتش ماشي شغل فراعنه؟ تتكون الكر دوي على، راه ماشي شغل نش عليا هي صوب ليا فنجان شاي ولا يعني علي الصامد ما تكلمش على الياس المالكي تدوي على. علاش تدوي عليه؟ هادو واش كيصاحبوا هادو؟ تا واش عبد ديالو راه بعد، راه واقيلا العبد. انا عجبني علي الصامد انه ما اعتبرش الياس المالكي كاين، هادي كتحسب له تصرف بلاصتو. العبيد باقين، مني تولي داير فيديو كدافع عليه وداوي عليه وكذا وتعارفوا غلط، اذا انت راه عبد ديالو، ولا كيخلعوكم بالسناسل وبديك الشطحه ديال ويلي. شوف لا كان الراجل اللي يدير معايا كومبا هي لا داش من دابا. انا ما عرفتش واش الياس المالكي حيد الياس المالكي هذا راكب وكيرفس السالم، ما عرفتش واش الكراندي طوطو غلط ولا علي الصامد اللي غلط. انا كل واحد فيهم كاين شي معلومات كتحس بها صحيحه، كاين شي ما تبعش السطوريات ديال الكراندي طوطو باش نقول شنو بالضبط غلط، واش كيشجع الشباب ولا كثار من داكشي. مي كنظن الدوافع ماشي داكشي اللي كيبان للبيبليك، ان قضيه على المصلحه العامه وماشي مصلحه عامه. انا متريني اي لا دات من بعد غدا يدير معايا كلشي كيبان لي انا تجاري والسلام، بيع وشراء، بروموسيون، صافي هادشي اللي كاين. كومبا. هذه رساله علي صامي، كنتي راجل ونديرها معاك، نجي عندك انا لطنجه بلا قرد كوره بلا حتى واحد، نجيب معايا غير اللي غيصور لي ستريم في كيك ونديرو كومبا قانونيه، ما نهضروش بزاف، لكن غنهضروا باش نهضروا ما غنهضروش بزاف، الياس المالكي كيستعمل المزيانه ولا حيت غنبانو بحال اللي كنمثلوا، وانا ما مساليش نمثل معاك اخويا بداك الشعر اخويا ورطب هابط، راه ما مساليش. نقدر نتفق معاك، ولكن الشعار ديالك ماشي الشعار ديال شي واحد اللي خصو يقول هاد الهضره هادي. دابا نشوفو ستوريات ديال علي الصامد. هنايا كنحط داك بارتي ديال الياس المالكي كيستهزئ بالقران، هادي صراحه زبلالات وغتفر خصو يتعاقب عليها، ولكن حنا كنتعاقبوا على الخوى الخاوي. المهم غير اخويا علي، اسمح لي نصيفط لك هاد الفويس. انا دخلت دابا كنشوف لي ستوري وكنشوف داكشي اللي واقع وداكشي اللي قدرت نحلل، واخا انا حاضر الفيلم من البدايه ديالو حتى لدابا. قدرت نفهم واحد الحاجه، انه علي صامد واحد الانسان اللي تكرفس تعب، داز من شي حوايج خايبين، داز من شي حوايج صعاب، باش انه غادي يجي وغادي يتكرفس وغيدوز واحد الطريق صعيبه باش فرض راسو في الساحه الفنيه المغربيه ودار قاعده جماهيريه كبيره وداكشي، باش غادي يجي واحد الانسان عاد بادي البارح ولا شي ستريمر ولا شي حاجه اللي كتلقى عنده هو ليماج موسخه حتى واحد ما كيحملو، فكيبغيو غير دوك صحاب لي فوكونط وداكشي اللي كيبقاو مخبيين ورا لا وي علي الصامد كافح، حصد النتيجه ديال الخدمه ديالو، برافو في ماركتينغ، في بروجيات، في الكاليتي، في كلشي يستاهل. ولكن زعما الياس المالكي زعما كلشي كيكرهو، ما كنظنش، حيت اصلا حنا العقليه ديالنا عامله هيديك، حنا كنتفرجوا في الحاجه ديال الوساوس ديال الشيطان ديال عقلك، كتفرج فيها ملي كتسالي كترجع تكريتيكيها، زعما نورمال، زعما بنادم عادي في هاد الفعاليات زعما بلا ما يحتاج يعمل فوكونت ولا دونك ديك الارقام كامله حقيقيه، السوشيال ميديا. ما كاينش ديك العدد كامل اللي يكون فوكونت. غادي يحاول يجرك لعندو باش طيح معاه في الوسخ وباش يوسخ لك ليماج ديالك، وهاد تقدر هاد القضيه يقدروا ينتبهوا ليها حتى لي فان كلشي يقدروا ينتبهوا لهاد القضيه هادي، حيت راه بصح، حيت راه انا لاحظت حتى في الرياكشن اللي كيديروا عليك وداكشي كنحس بواحد الكميه ديال الحقد. هاي المغالطه الاولانيه، رياكشن فيها كميه ديال الحقد، ما متفقش. علاش؟ حيت ماشي شكازاوي، حيت ماشي شغل
انا لاحظت حتى في الرياكشن اللي كيديروا عليك وداك الشيء كنحس بواحد الكميه ديال الحقد. علاش؟ تفرجت بزاف ديال رياكشنز على علي الصامت، الدراري كيكبروا به. كي ماشي عام المغرب، من خارج المغرب، الجزائر، بلاص اخرى كيعطيوها القيمه ديالو اللي يستاهل. دونك هاد الانتقاد هذا وهاد الكومونتير هذا مبني على شنو بالضبط اللي كيبين ان الدراري ولا صحاب الرياكشن حاقدين على علي الصامت. دونك شنو هو المعرفه ديال هاد خونا اللي كيتكلم بالمجال باش يقدر ينتقد ويحط هاد لي بوين هذا فان هذا. تحيه لاي فان ومخلص للرابور ديالو كنشجع، ولكن الرابور باش يحط هذا الراي ديال الفان زعما كبروف لشي لعبه ما عندها حتى محل في الاعراب، وما كتبروفي والو، زعما راي عادي ديال العامه. حيت ماشي شكازاوي، حيت ماشي شغل الرباط، حيت طنجاوي. علاش انا صحراوي من الصحراء وكنسمع ليك من 2016 وعندي في بلاي ليست انت مسلم فقط؟ لا، الدراري المغرب كامل كيسمعوا علي الصامت. ما عندي حتى واحد اخر. ديك الارقام منين كيجيو؟ من نيوزيلندا. لا 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 فامي ديالي كلشي. هنا فين هنا فين استنتجت واحد الحاجه ديال كاين واحد الكميه ديال الحقد شفتها من اتجاهك بزاف ديال الاشخاص. كاين لا حقد لا والو. وتا علي الصامت الكارير ديالو ماشي ظريفه زعما حتى الا كان شي واحد عنده معاه شي عداوه فراه لان كيوقعوا مشاكل زعما كيكون سبب فيها، زعما ماشي يلوز ديك الدور ديال الضحيه هادي متفقش معاها. اتجاهك انت بالذات ما عرفتش، يمكن بقى فيهم الحاجه هم النفس على هذاك اللي كنت عطيتيه القاصح ديك النهارات، ولكن راه بصح داكشي اللي قلتي راه ما قلتيش حتى حاجه فيها العيب، قلتي حاجه مزيانه. يعني يقدر داكشي نيت، ولكن حنا كنتمناو انه ما بغيناش حتى شي رياكشن. انا السؤال ديالي هو واش ملي كان اش نقول لك، ملي كتسامح واحد الواحد كاين فرق واش عندك القدره تسامحو ولا ما قادرش تسامحو، واش عندك القدره انك تعمل واحد الحاجه ولا انت ما باغيش. الاشكال هو ملي كتكون انت قادر وما باغيش. دابا السؤال واش علي الصامت قادر يضرب فيتشرينغات ويستافد من الكراندي طوطو وخا هيديك ضرب في داكشي باش يتكلم للصالح العام، ولا اصلا فقد ديك الخاصيه ديال انه يقدر يضرب مع فيتشرينغات وصافي. دابا ديك البرومو بالطريقه الايجابيه ديال الفيتشرينغ مشات، بقى سي ديك الاختيار الوحيد ديال انه يصنع الدراما هادي ويكلاشي الكراندي طوطو. هنا السؤال واش قادر ولا لا، واش كان قادر والعلاقه ديالو مزيانه واختار يكلاشيه، ولا اصلا حيت خاسره نكملوا عليه ما بغيناكش تخلط مع دوك النماذج، حيت فهمتي فرق كبير، لا مجال للمقارنه معك اخويا علي. نيكست. ما بغيناكش تدخل معاهم في حتى حاجه. حنا بغينا علي صامت، بغينا موسيقى، بغينا موسيقى علي صامت. حتى الدراما في اطار الموسيقى زعما راه كيروج شي تراك ماجي ولا شي البوم. علاش انا راه كنرد البال لواحد الحاجه، وهاد الحاجه راه كاينه في المغرب منتشره بزاف. اي واحد كيكون واحد الفلوسخ فين ما كيشوف شي خوه ولا شي حد ولد بلاد ولا شي حاجه غادي طالع ملونسي، كيحاول شاف راسو ما قادرش يطلع من الوسخ، كيقول اللهم نجروا لعندي ونتوسخوا كلنا. وهذا ما قادرش يطلع من الوسخ. الياس المالكي ما قادرش يطلع من الوسخ. الياس المالكي راه الوسخ شخصيا زعما راه هو عجباه وعارف القالب ديال البيبليك دونك استنتاج في غير محله. زعما تقدر تطبق شي نظريه. المهم نيكست. طاليتي هي باش غاديين دابا هادو. الله يوفقك اخويا والله يسهل عليك، واسمح لي. امين. الله يوفقه والله يسهل عليه. الله يوفق اي واحد. دونك باش ما نبان لكم انا حاقد، لا بالعكس راه الصامت كيبقى موهبه واعره، ولكن باش نقولوا الحقيقه اي حاجه فاكت غادي نعترفوا بها، اي حاجه ماشي هي هذيك غادي نقولوها. الا كنت درت هاد المداخله في هاد الفويس يمكن اول نيكست. بحال دابا التراك هذا واعر، غير الميلودي كيفاش كيرابي واعر. فضل لي هادو ضلوا هنايا ملي كيهضر على الظل، زعما في الظل ديالو هادو ضلوا كيتكلموا كيهضروا كينتقدوا. الكراندي طوطو خارج الظل، ما يقدرش يقول ان الكراندي طوطو في الظل ديال علي الصامت. بالعكس علي الصامت اللي يقدر يكون في الظل ديال الكراندي طوطو او يطلع على ظهره باش يجمع الارقام. وهنايا ما كيتكلمش على الكراندي طوطو ولا الياس المالكي، هادو ضاربين الارقام محتاجين شي الظل ديالو. هنايا رجعوا للميغري وكيرو
الدراري ديال الشمال اللي عندهم معاه ليستوار قديمه عاوتاني، كيقول لهم فضل لي هادو ضلوا. انايا تحيه لعلي الصميد في الكتابه، طور الكتابه شويه، هادشي الجانب ماشي شويه، هادي راه نيفو واعر، يعني الجانب اللي كنت انا كنتقدو فيه. كرهوش نطيح ويجيو يطلعوا. موالفين في هاد الجيم ديما انا اللورد. نايس، حتى الرايم زوارين. اوكي كاع اللي داب القوه اليوم اش كظن. هنايا الفلو شويه بحال لي، المهم الدخله واعره، ولكن هنايا غادي يرجع للفلو المعتاد. كاع اللي داب القوه اليوم اش كظن. هنايا كيتكلم مع الدراري زعما فاهمين. بولا كدور، الا طاحت في يدكم ما ناقلش عليكم، ما تعقلوش عليا، ولا طاحت في يدي ما غاديش نعقل عليكم. هذا هو الاتفاق. هنا كنرجعوا لواحد الاكشن قديمه اللي ما بينه وبين ميغري وكيرو، الاستوار اللي بدات شحال هادي. ميغري بارطاجي هاد ستوري اللي كان بارطاجاها للصميت. استنجد غارق بغارق، زعما استنجد إلي غراندي توتوب إلياس الملكي. ولكن هاد المقولة كنستعملها كيرو في التراك ديال الساميري اللي كلاشا بها بوز، وقال ان زعما علي الصامت انسبيرا منه زعما. بارطاجي زعما شاف الذين. هنايا غادي نرجع لواحد البار ديال علي الصامت في التراك الاخر ديالو مونوبولي. قال الا جيت غادي نبان ظالم، بمعنى غادي يبان حكار. غادي يبان زعما هو ماشي حكار، غير غادي يدافع على راسو، ولكن غيبان ظالم. وهنا ما عرفناش الطبقه اللي كيتكلم عليها بالضبط. واش الياس الملكي والكراندي توتو زعما الا مشى لجديده ولا كذا، اولا كتكلم الا جيت الا جا لطنجة، حيت عارفين انه واقيلا في بروكسيل. ما عرفتش واش هو في طنجة حاليا ولا بلاصه اخرى. المهم ما عرفتش الطبقه اللي كيقصد بالضبط. المهم اللي عنده شي راي ولا شي معلومات كثار اللي ممكن نكون انا غلطت فيها، يحطها في كومونتيرات نستافدوا منه حتى هو.